يا ريتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان، وشهر لوحده ما يكفي. يا ريت. تعالى يا باشا، المكان هنا ان شاء الله هيعجبك، ونقعد بقى ايه نتكلم براحتنا. هو لسه اصلا وقته حوالي ساعتين كده على المغرب، نقعد ان شاء الله مع بعض ونظبط ان شاء الله. اتفضل يا باشا. اخبارك يا ريس؟ معلش حبيبي سامحني، كان ايه بقى الموضوع اللي انت كنت عايزني فيه الصبح؟ انا الصبح بس ما عرفتش ارد عشان كنا بنظبط عشان اروح الشغل وكده، فسامحني بس لو كنت اتاخرت عليك. بص يا محمد، هو انا في رمضان اللي فات كنت قربت جدا من ربنا ووقعت، فبعد ما قعدتنا اللي كانت بعد السحور سمعت الكلام اتأثرت بيه، فانا عايز ارجع تاني يعني بس خايف اقع تاني، عايز اقرب من ربنا بس خايف اقع تاني. فايه رايك في الموضوع ده؟ صلى على النبي حبيبي صلى الله عليه وسلم. باختصار شديد جدا، انت لازم يا كريم تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لما حد بيقرب له ربنا مش هيبعده ابدا عنه. تفتكر في الحديث بتاع الراجل اللي لما كان ضاعت منه الناقه بتاعته في الصحراء ولقاها واخذ بخطامها، لا لن اتركك ابدا، ما كانش هيسيبها ابدا. انك لما تقرب لربنا سبحانه وتعالى ربنا هيقربك ومش هيبعدك تاني ابدا. فسيبك من الموضوع اللي في دماغك ده وقرب تاني وما يهمكش، وسيبك من كل اللي فات. بص يا محمد، احنا لسه شباب وصغيرين، لما نبقى نكبر نبقى نقرب من ربنا. افتكر معايا يا كريم قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ربنا سبحانه وتعالى يا كريم بيقول: ما أنش الأوان إنك تقرب من ربنا بقى؟ ما أنش الأوان يا كريم إن إحنا نتوب ونقرب من ربنا بقى؟ أن الأوان ولا ما أنش يا كيمو؟ بس فهي دي الفكرة. دي نفس الجملة اللي كان الفضيل بن عياض، والقصة جت على كتير من السلف كمان، إنه كان قاطع طريق، أو كان وأحدهم كان لص بيحاول إن هو يسرق أحد المنازل، وهو طالع وبيؤدي هذا الأمر سمع صاحب هذا البيت بيقرأ هذه الآية وبيقول: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال: بلى أنا يا رب، بلى أنا يا رب، وترك السرقة اللي كان بيعملها ووقف يصلي مع صاحب البيت. فهي دي النقطة، إنك لازم تعرف إن آن الأوان وما تقولش لسه بدري. إحنا لو نضمن أنفسنا نأخر التوبة براحتنا، لو نضمن عمرنا يا كريم نأخر. إنما أنت شايف أصحابنا اللي بيموتوا والناس اللي بنروح في جنازتهم، فلو كان واحد يضمن عمره كان أخر براحته. إنما أكبر مشكلة عندنا إن إحنا مش ضامنين عمرنا. عارف يا كريم نفس الآية اللي كنا بنتكلم فيها اللي هي ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ربنا سبحانه وتعالى في نفس الآية لما ذكر: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. في علماء قالوا كلام جميل قوي في تفسير الآية دي، وإشمعنى ذكر هذا الموضع في هذه الآية. ففي منهم ناس قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى بيشبه القلب اللي قسى وبقى عامل زي الأرض القاسية المتحجرة اللي اتشققت. ربنا قادر إن القلب اللي قسى وبقى عامل زي الحجر قادر إنه يخليه يلين، ولو كان حتى قلبه مات يحييه زي ما بيحيي الأرض. فهي نفس الآية. ربنا مش بس بيكلم الناس اللي اتأخرت توبتهم، ولكن بيكلم الناس اللي تابت وقسى وطال عليها الأمد وقست. ربنا بيطمنهم إن ربك قادر إن قلبك مهما كان قسى، ولو بقى حتى زي الحجر، ولو حتى قلبك مات، ربنا قادر إنه يحيي قلبك من جديد. أنت عارف إن كريم بتاع دلوقتي مش زي الكريم بتاع زمان، وانت عارف ان كان في حاجات كتير انت كنت محافظ عليها وبتعملها ما عدتش دلوقتي بتعملها، وانت اكيد من جواك حاسس ان انت كنت زمان اقرب لربنا سبحانه وتعالى من دلوقتي. فما تقولش انا فرقت ايه عن زمان، او انا كده كويس وخلاص. وثم انا عاوز احكي لك على نقط مهمه جدا. انا كان من الشرايط اللي اثرت فيا انا شخصيا جدا شريط لدكتور حازم شومان كان بالعنوان ده:
بعنوان أنا كده كويس. الجملة دي كانت من أكتر الجمل اللي أنا شخصيا بقولها كل ما حد يجي يكلمني أو حد يكلمني في الدين، أقول له أنا كده كويس، أنا ما عنديش أي مشكلة. اللي حصل إن أنا في مجموعة من الجمل والحاجات اللي كنت بسمعها لأول مرة، منها قصة لأحد الصحابة اسمه سيدنا كركرة. قصته لما سمعتها غيرت حياتي بجد. القصة باختصار شديد، صلى على النبي الأول. القصة باختصار شديد إن كان سيدنا كركرة ده كان بيطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وكان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيحمي دبة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر غزوة العسرة، آخر عمل عمله إنه كان طالع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة دي. وأنت عارف إن الغزوة دي في صحابة كتير ما طلعوهاش من شدة الحر، حر حتى من الجو اللي احنا فيه ده خلاص، وكان الجو صعب جدا. وعلى من كده مش بس طلع الغزوة، لا، وكان دوره إنه بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم وبيحمي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. واخر عمل بعد ما رجعوا من الغزوه منتصرين، نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على دبته، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل خيمته وهو جاي بياخد الدبه بتاعته وماشي بيوديها مكانها. واحد من الكفار ضربه بسهم غادر في رقبته وسقط قتيلا. فطبعا الصحابه كلهم كبروا، قالوا الله أكبر، في الفردوس الأعلى، هنيئا له الجنة، خدم رسول الله وشاهد المشاهد مع رسول الله وجاهد بنفسه وماله ومات شهيدا، هنيئا له الجنة. فوجئ يا كريم برسول الله صلى الله عليه وسلم طالع من خيمته وبيقول لا والله. قالوا لا والله؟ قال لا والله إن الشملة التي غلها في الحرب لتشتعل عليه نارا في قبره. يعني ايه شملة دي؟ هقول لك. الشمله دي عامله زي الوشاح اللي كان بيبقى على ظهر الناس وهم ايه في الحرب وكده، فدي كانت واقعه على الارض، فتلاقيه وسط ما هو بيحارب خدها ومش في دماغه ان دي حاجه حرام. هي دي مشكلتنا، نقطه اياكم ومحقرات الذنوب، ان احنا نبقى بنقع في ذنوب وحاجات معينه ومش بنحط في دماغنا ان الحاجات دي اصلا غلط. فايه اللي حصل؟ فاللي حصل ان سيدنا كركره وسط المعركه وهي شغاله خد الشمله دي من ارض المعركه وقام عمل ايه؟ وخدها وخلاص، والموضوع انتهى على كده. فوجدنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول والله ان الشمله التي غلها في الحرب لتشتعل عليه نارا في قبره. فالصحابه طبعا استغربوا ان ازاي هذا الذنب الصغير لم يغفر امام هذا الامر. المشكله في ايه يا كريم؟ المشكله في الاعتراف بالذنب، في كلمه وابوء بذنبي. عشان كده دي من اهم الكلمات اللي في دعاء سيد الاستغفار، ان احنا نبقى كريم بنعمل الذنوب وبنقع فيها ومش معترفين انها ذنوب اصلا، مش شايفين انها حاجه غلط. اكيد سيدنا كركره لو كان اعترف بهذا الذنب وكان استغفر الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب، كان ربنا سبحانه وتعالى غفر هذا الذنب بمنتهى البساطه. ولكن المشكله في عدم الاعتراف بالذنب. والله عادل، والله حكيم رحيم. فهذه الشمله هتشتعل عليه نارا في قبره، يعذب عليه في قبره، ثم ان شاء الله يدخل الجنه ويلقى نعيم الله. ولكن الفكره في اياكم ومحقرات الذنوب. فالواحد من ساعتها ما يقولش على نفسه كويس ابدا. انك مهما كنت معتقد ان انت كده كويس وانت كده مش مقصر، اكيد مقصر. ليه؟ لقول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون في الايه الثانيه. لما تيجي تشوف الايه دي ونفكر فيها مع بعض، يعني ايه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ ان واحد يكون متوقع ان خلاص يا عم انا هدخل الجنه وخلاص، انا يعني ذنوب صغيره بقى فيها. ابدا، انك تفاجئ بشده في الحساب انت ما كنتش تتوقعها فعلا. بس المشكله ان انا وقعت في ذنوب كتير، حاسس انها ممكن ما تتغفرش يعني. بص يا كيمو، انا مش هجيب لك الكلام من عندي، انا هجيب لك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما بلغ عن رب العزه، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني واستغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك تراب الأرضين، كل الأراضي، ثم جئتني واستغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فلا كريم، انت ذنوبك يعني قد تراب الأرض وقد عنان السماء؟ أكيد لا. وعلى الرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى بيطمنك وبيقربك وبيقول لك انك لو حتى ذنوبك عدد رمال الارض وعدد عنان وعدد السماوات وجئت ربنا سبحانه وتعالى واستغفرته يغفر لك على ما كان منك ولا يبالي. المهم ان انت تقرب يا كريم،
بس الصراحه يا محمد انا السنه دي وقعت في ذنب كبير جدا، يعني حاسس ان ربنا مش هيغفره لي. اوعى تقول على ربنا كده يا كريم. احسن الظن في ربنا قوي. ربنا بيحبنا وبيقرب عباده العصاة قبل الطائعين كمان. في قصة جميلة قوي كان حكاها الخطيب البغدادي في أحد خطبه. كان بيقول إيه؟ بيقول إن كان فيه شاب كان طائع في بداية عمره، أطاع ربنا 20 سنة، وبعد كده عصى الله 20 سنة بعدهم. كان برضه جه الشيطان وقال له يا عم انت لسه شباب ولسه بدري ولسه اما تكبر يبقى اعمل اللي انت ايه عاوزه، يبقى توب براحتك. فعبد ربنا 20 سنة وعصى الله 20 سنة. فايه اللي حصل؟ جه بص في المراية بقى وهو عنده 40 سنة وهو شايف بقى ايه المشيب بدأ بقى يظهر على شعره ولحيته، فحس ان هو بعد عن ربنا قوي وكان نايم متأثر قوي. وهو نايم سمع في رؤية جملة رهيبة قوي. عارف سمع ايه يا كريم؟ سمع في الرؤية منادي ينادي بيقول جملة خطيرة قوي. قال أحببتنا فأحببناك وأطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك وإن عدت إلينا قبلناك وقام على أذان الفجر. أنت متخيل الجملة؟ إن الله سبحانه وتعالى وقت ما أنت قريب ربنا قريب منك وبيحبك، ولما بتبعد ربنا بيمهلك، ولما ترجع لربنا سبحانه وتعالى عمر ربنا ما يردك أبدا طالما أنت جاي طائع تائب لله سبحانه وتعالى. فما تحطش في دماغك الكلام ده أبدا يا كريم. أنا أقول لك يا كريم على موقف كان حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الموقف ده ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع اصحابه وفوجئ براجل كبير في السن جاي داخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبيساله وبيقول له يا رسول الله فعلت كذا وكذا وكذا، وجاي بيسال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوبه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يغفر الله لك كل ما فات. بيساله طب انا لو اسلمت وقربت ربنا يغفر لي كل ما فات؟ قال له يغفر لك كل ما فات. فصرخ وقال وغدراتي وفجراتي. وغدراتي وفجراتي اهو ذنب كبير زي ما انت بتقول اهو، خلاص وقع في كبيره في مصيبه كبيره، وقع في ذنب كبير. وغدراتي وفجراتي يعني شوف غدر وفجر. المفاجاه بقى رد حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال له وغدراتك وفجراتك. وغدراتك وفجراتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في الحديث ده ان غير الذنوب الكتير اللي قلناها في الحديث اللي فات، حتى لو انت وقعت في ذنب كبير بس جيت لربنا سبحانه وتعالى واستغفرت، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك كل ما فات ولا يبالي. يلا لسه دقيقة على المغرب، تعال ما نقوم واقول لك على اهم حاجه بقى في الطريق واحنا ماشيين. بص يا باشا، من الاخر لو تفتكر قاتل المئة وهو رايح للراهب وهو بيقول له اعمل ايه؟ هي الصحبه. لما قال له اترك قومك انهم قوم سوء واذهب الى قوم كذا وكذا فانهم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فمن الاخر يا كريم هي الصحبه اكتر حاجه وقعتك لو تفتكر لما انت بعدت عننا، واكتر حاجه هتثبتك هي الصحبه. يلا تعال من قبل الرجال. يا ليتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان وشهر الوحده ما يكفي. يا ليتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان وشهر الوحده ما يكفي.